السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معايا وصفة حلوة قوي، وصفة الإكلير. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة. معانا كوبايتين مية على النار، وعليهم معلقة ملح صغيرة ومعلقتين سكر وكوباية زيت. هيكون معايا كوبايتين دقيق منخولين كويس. أول ما المية تغلي على النار هنزل بكوبايتين الدقيق وأقلبهم ومخليش فيهم أي تكتلات خالص لحد 3 دقايق كده. هتفضلي تقلبي فيها لحد ما تخليها عجينة زي كده. حاولي تلمي العجينة كويس، وبعد ما تلمي العجينة كويس هتطفي عليها النار وتغطيها وتسيبيها تبرد تماما. بعد ما تبرد بقى، عبال ما تبرد هنعمل بقى الخطوة التانية. هنا معايا نص كوباية كريمة لباني بودر، نص كوباية كريم شانتيه، كوباية الا ربع كريم باستري، كوبايتين لبن. وهنزل عليهم بقى بالمضرب. انا ما بحط السكر عشان الباستري مسكر لوحده. انا بكتفي بالكريم الباستري بالسكر بتاعه، عشان بعد كده هحط شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا، فعشان كده ما بحبش احط سكر كتير. بضرب بقى الكريمه لحد ما يتضاعف حجمها كده بالشكل دوت. وبعد كده هحطها في التلاجة شويه بقى عبال ما اخلص اللي انا هعمله. دلوقتي معايا حله على النار فيها ميه، وعليها حله من فوق، وهنزل عليها بقى بربع كيلو شوكولاته خام، وعليها 4 معالق زيت. بس في الشتا بحط 6 عشان ما بتسيحش بسرعه ومبتبقاش حلوه. هي كده انا بسيح الشوكولاته. انا بستعمل جولدن باك، حلوه وجميله ومن احسن انواع الشوكولاته. وبرده بنفس الطريقه هسيح الشوكولاته البيضه بنفس الطريقه كده على البخار. هنا بقى العجينه معايا بردت تماما. هنزل عليها بالبيض بالتدريج، كل ما بيضه تختفي معايا في العجينه وانا بقلب كده هنزل بالتانية. كوبايتين الدقيق كده خدوا 10 بيضات. وهنزل بمعلقه فانيليا بودر او سايله، اي حاجه، الاتنين زي بعض يعني، مش هيبقى فيه فرق. وده كده الشكل اللي انا هشتغل بيه عشان اعمل بيه الاكلير. هيكون هنا بقى معايا كيس الحلواني هحطه في كوبايه، علشان خاطر ما اعرف يعني احط العجينه من غير ما تبوظ مني في الكيس. وهنا بقى معايا صاج فرشه ورق زبده، بشكل العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بعد ما بخلص بيبقى معايا كوبايه فيها ميه كده علشان اظبط مكان الاكلير كده مكان ما قطعته. وبعد كده هدخلها الفرن. هي بتاخد وقت من ساعه لساعه الا ربع. ده هنا كده بقى الإكلير بس بشكل تاني، بيسموه برفترول، اللي هو شكل القوقعة كده. يعني كده بقى عملنا الإكلير بشكلين مختلفين. المهم بقى بعد كده هطلع الكريمة بتاعتي اللي أنا شلتها في التلاجة، واديها خبطة كده بالمعلقة يعني، أو بالمضرب علشان خاطر تفك، عشان خاطر أقدر أفردها كويس. هنا بقى كده ده شكله بعد ما طلع من الفرن. هفتحه بقى وهحط فيه الكريمة. هنا أنا معايا كيس حلواني بس. بصوا دي البلبلة بتاعته اللي انا هشتغل بيها. هخلص بقى كل الكمية دي بنفس الطريقة. وبعد كده هكون مجهزة الشوكولاتة. هقوم منزلة بقى الاكلير بتاعي او البرفترول في الشوكولاتة كده من فوق. اغرق القطعة اللي فوق بس، ايوه كده. وهخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. بعد كده بقى هكون مجهزة كيس من بتاع خزين التلاجة، واحط فيه الشوكولاتة البيضة. وبعد كده هقوم فاتحة فتحة صغيرة بالمقص عشان اعمل بقى اشكال عشوائية كده فوق الاكلير. يعني هزينه كده بشكل عشوائي ويبقى شكله حلو ان شاء الله. الاكلير من الحلويات الجميلة جدا، الناس كتير بتحبها قوي وبيحبوا يجيبوها ويشتروها، وهي بتبقى غالية في المحلات جدا. احنا هنا عملناها بأوفر طريقة واسهل طريقة اقتصادية. هنا بقى كده بالطريقة العشوائية دي هزين كده من فوق الكلير بتاعي. وبعد كده بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو شير كتير بقى ولايك واشتراك في قناتي على اليوتيوب مطبخ ميمي. وده الشكل النهائي كده للاكلير بتاعنا. عملت كل الكمية دي من كوبايتين دقيق بس. بصوا سهلة وسريعة وجميلة، وعملت كمية كبيرة. لو اشتريتيها من بره هتشتريها بمبلغ وقدره يعني. بسم الله ما شاء الله. انت عملت كمية تكفي عزومة. يا ريت اعرف رأيكم في الكومنتات، وما تحرمونيش من تعليقاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.